في سؤال مهم، لو طنشت القرحة وما اتعالجتش ايه اللي ممكن يحصل؟ القرحة في الأول بتبقى مجرد جرح صغير في قناة المعدة، لكن لو اتساب من غير علاج ممكن يتحول بسهولة جدا لمشكلة خطيرة جدا. أول وأشهر مضاعفات النزيف الداخلي، هتلاقيه يظهر في شكل قيء دموي أو براز لونه أسود غامق، وده بيكون إنذار خطر. تاني مضاعفة ثقب في جدار المعدة، ده معناه إن حمض المعدة بيخرج بره مكانه، بيعمل ألم مفاجئ وشديد جدا، والحالة تحتاج تدخل طبي فوري. تالت مضاعفة انسداد في مجرى المعدة، القرحة ممكن تعمل نطب أو تورم يمنع الأكل من ينزل بسهولة للأمعاء، النتيجة قيء متكرر وصعوبة في الهضم، والمريض يحس إنه مش قادر ياكل، وعلى المدى البعيد زيادة خطورة بعض الأورام، عشان القرحة المزمنة بتضعف البطانة وبتعمل تغيرات في الخلايا. يعني القرحة مش مجرد وجع بطن عادي، إهمالها ممكن يوصل لمضاعفات تهدد الحياة نفسها. لو ظهرت أعراض القرحة الأفضل نتحرك بدري ونتابع مع الدكتور. العلاج في المراحل الأولى بسيط وسهل زي أي حاجة، الحاجة في أولها بتكون سهلة وسهل تتعالج وسهل إن إحنا نتكيف معاها، لكن التأخير ممكن يخلي الوضع أصعب بكتير. الكلام اللي بقوله ده بيبقى على المدى الطويل شوية، إن إحنا أهملناها فترة طويلة جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصل لكم نصائح يومية وبسيطة تنقذك من مشاكل صحية شائعة.